السلام عليكم ورحمة الله متابعين يا حلوين. النهاردة هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل بطاطس كروكيت. هنجهزها ونحطها في الفريزر، وقت ما احنا عايزينها هنطلعها. اهم حاجة نحطها في الفريزر شوية، حتى لو انت هتعمليها مثلا النهاردة سيبها في الفريزر على الاقل نص ساعة. بص معانا ايه؟ بطاطس مهروسة، اهرسيها بالقشرة بتاعتها عشان تحتفظ بالنشا بتاعها. لو انت هرستيها من غير النشا بتاعها، من غير القشرة، مش هتبقى يعني ايه، هتبقى مش محتفظة النشا بتاعها. وادي التوابل بتاعتنا. بصوا التوابل دي ملح وكمون وفلفل ابيض وكاري وشوية توم باودر ومكعبين زبدة. يلا بقى مع بعض هنضيف التوابل بتاعتنا، ونضيف كمان الزبدة بتاعتنا، ونقلب كل ده، نقلب كل ده مع بعض. نقلب نقلب نقلب. بعد ما قلبنا التوابل والزبدة، البطاطس المهروسة بقت جاهزة ان احنا نكمل المرحلة اللي بعد كده. بصوا بقى باقي المقادير. معانا بيضاية على ملح وفلفل، شوية لبن، دي المكرونة الشيدر المبشورة اللي احنا هنحشي بها بطاطس الكروكيت. ده بقى الدقيق محطوط عليه كاري وكمون وفلفل ابيض، برضو الكاري وكمون وفلفل ابيض. البقسماط، على فكرة البقسماط ده انا اللي طحناه في البيت. كان عندي عيش فينو، سبت كمية ولما جمعتهم عملت بقسماط. يبقى احنا كده ايه، حضرنا ايه معانا الحاجات اللي احنا هنعملها ونحشي بيها البطاطس الكروكيت. يلا بينا. جهزنا بولة، هنحط جوه البولة ايه؟ البيضة اللي عليها الملح والفلفل. نضربها كويس، نضربها ضربا مبرحا قبل ما نحط اللبن. عشان كده نعرف نضربها، نقربها كده، نقرب على نفسنا، نضربها كويس. بعد كده نحط ايه؟ نضيف اللبن. اهو عشان تدوقوا ايه احلى بطاطس كروكيت. يلا بينا على المرحلة اللي بعد كده. يلا بقى نعمل مع بعض البطاطس الكروكيت، ونخلي ميه جنبنا بس عشان ايه، نحط، بص نعمله كده، نعمل كده زي ما بتعملي عجينه عادي اهو. نحط شويه ايه، مكرونه، اسمه ايه ده، جبنه شيدر، باني بالي في المكرونه ولا ايه. ونحط حته تانية. المهم الجبنه ما بقاش فيه جبنه خالص. بصوا بصوا جميله ازاي، اهي اهي اهي، ولا تفك معاكي ولا حاجه اهو. اول حاجه نعملها ايه، في الدقيق. الدقيق اهو، اهو نفضها من الدقيق كويس اهو. نحطها في البيض واللبن اهو. أهو. ناخدها فين بقى؟ على البقسماط اهو. احلى كروكيت دي ولا ايه؟ ممكن تعملها مدوره زي ما انا عاملاها، براحتكم يعني. احلى كروكيت دي ولا ايه؟ بصوا اهو. نعمل واحده كمان مع بعض. نجيب حبه في ايدينا كده اهو، حبه حلوين، ونحط شويه جبنه شيدر ونقفل عليها كويس اهو.
بصوا نجيب حتة عجينة تانية اهي، نقفل عليها كويس قوي اهي اهي. هتروحي فين؟ هتخشي جوه البطاطس اهو. بصوا اهو، المرحلة دي الأولانية دقيق، نحطها في الدقيق، ننفض الدقيق كويس اهو، نحطها في البيض واللبن اهو اهو اهو، صفيناها كويس، نحطها في البقسماط. بصوا عاملة ازاي، بصوا بطاطس الكروكيت اهي. الكل يحب البطاطس الكروكيت دي، مفيش حد ما يحبهاش، كلنا بنحبها. بصوا انا بسهل على نفسي ازاي، مش هعمل واحده واحده، بعمل كذا واحده واحطهم في الدقيق، بعد كده احطهم هنا، بعد كده احطهم في ايه، في البقسماط، واكمل معاكم. يلا بينا. بعد ما خلصنا الكميه كلها زي ما انتوا شايفين، خلصناها كلها، عملنا 3 اطباق من قد ايه، 3 بطاطسيات، 3. بصوا، بصوا الحلاوه، بصوا، حاجه سهله وبسيطه. احنا داخلين على حر جامد، كل اللي هتعمله هتاخدوا طبق او طبقين على حسب عدد افراد الاسره، وهتقلوها جنب اي حاجه بقى انتوا هتعملوها. اظن كده سهل، سهلت لكم الامور. احلى ايه، بطاطس كوروكيت دي ولا ايه؟ بصوا، بصوا طبقه البقسماط حلوه ازاي، بالهنا على قلوبنا وقلوبكم. قبل ما اقفل معاكم هقول لكم انا هعمل ايه. انا دلوقتي هغطيها بايه، بريستريتش راب، عشان احطها ايه في الفريزر. خليكم معايا. وغلفتها بريستريتش راب قبل ما اقفل معاكم، ووريت لكم كل المراحل. ونحط الاستيكر زي ما احنا عارفين متعودين نعمل ايه، اللزقه دي نكتبها من اول وجديد. اتعودنا ايه، اننا اعمل لكم كل المراحل. بصوا الجمال، بصوا نكتب بقى عليها البطاطس ايه، كروكيت. بس انا حبيت اوريكم ان انا بحط استيكر عليها زي كل مره. ايه رايكم في تفريزاتي؟ بصوا، بصوا الجمال، بصوا الطعامه سهله، تقدروا تعملوها. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ايه، تجربوا كل وصفاتي. السلام عليكم.